بس كده المكان ده شكله ما فيهوش اي حد. انا هدفن الجثه هنا. طبعا كلكم دلوقتي مستغربين وعاوزين تعرفوا دي جثة مين ومين اللي قتلها وليه عبقرينه بيدفنها. يبقى يلا بينا نشوف الحكاية من الأول. يلا ويس لسه اجيب البوليس. لسه انا جيت. وليني بقى يا عبطلين هتعرف تجيبني من المكان ده ازاي؟ يا ترى انت مستخبي فين بقى الملاطي يالا يا محسي؟ وقعت في ايدي يا محسي الكلب. قفشتك يا محسي. انت يا عبطلين انت عرفت مكاني منين؟ عيب عليك يالا يا محسن، قلت لك لو استخبيت فين هجيبك بلطو. يلا انت الله استخبى وانا هستخبى بقى وطول عليا. ماشي يا عبطلين. ايه ده؟ في ايه؟ تعليماتك يا باشا. تحت امرك يا فندم. جاري العمل على اخلاق كل الشوارع. انت يا ابني انت وهو تعالوا لي هنا. انت بيكلمنا احنا يالا يا محسي؟ ايوه يا عبطلين، هو في حد واقف غيرنا؟ طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نقلب ولا نكلي ولا نعمل ايه؟ نقلب ليه ونجلي ليه يا عبطلين؟ هو احنا عملنا حاجة؟ تعال نروح نشوف في ايه؟ ماشي يلا بينا ربنا يستر. ايوه يا عم الصبر، انت نتقت على هنا والولا محسن. انت بتعمل ايه في الشارع يا ابني انت وهو لحد دلوقتي؟ وفين بيوتكم؟ احنا بنلعب استخمايه حفله الصبت انا والولا محسن صاحبي، وسقتنا في عماله 50. وانا سقتنا في عمالة 75. هو في حاجه يا حفله الصبت ولا ايه؟ والله احنا ما عملنا اي حاجه. ما تخافوش انتوا ما عملتوش اي حاجه، بس انتوا لازم تروحوا على بيوتكم دلوقتي وما تنزلوش منها ابدا النهارده. ليه يا حضرة الصابت؟ هو في حاجة ولا ايه؟ في سفاح خطير اسمه سفاح التجمع قتل ضحايا كتير جدا، واخر حاجه وصلنا لها ان هو دخل الكومباوند بتاعكم هنا علشان يستخبى فيه. سفاح التجمع؟ ايوه، وعلشان تكونوا في امان لازم تروحوا على بيوتكم دلوقتي وما تنزلوش منها النهارده ابدا لحد ما نقبض عليه. حاضر يا حضرة الصابت حاضر. يلا يلا يا محسن لوح، هتعوز حاجة؟ سلامتك يا عبطلين، يلا سلام. تم اخلاء المنطقه بنجاح يا فندم، وجاري البحث عن السفاح. حيث تعتقد الأجهزة الأمنية أن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك. في مفاجآت ومفاجآت كتيرة جدا. حصريا الظهور الأول لمحامي سفاح التجمع الخامس. التلفزيون كله عن سفاح التجمع، كل القنوات مالهاش سيرة إلا سفاح التجمع، هي ناقصة عرف وأي التلفزيون أهو. في أي حاجة؟ متعصب ليه كده؟ كل ما أقلب على قناة التلفزيون ألاقي مالهمش سيرة إلا سفاح التجمع ده وبيتكلموا عليه. سفاح التجمع ايه؟ هو مش كان اسمه سفاح الجيزة؟ لا، ما سفاح الجيزة ده خلاص اتقبض عليه من زمان، دلوقتي بقى في سفاح التجمع وماشي يقتل في الناس كده. هو احنا ناقصين مصايب بس ان شاء الله الشرطة هتمسكه وترميه في السجن، يا اما يعدموه بقى ويخلصونا منه. إيه هو الولا ماجد وعبقرينه فين؟ الولا ماجد قاعد جوه في اوضته بيلعب اللعبة اللي اسمها بابجي دي، وعبقرونه بيلعب تحت البيت مع الولا صاحبه محشي. طب ادهله من تحت يلا يطلع، الوقت اتأخر. اهو الواد عبقرينه جه اهو يا حاج. الحق يا بابا، الحق يا مام. فيلا يا عبقرينه. ايه اللي حصل يالا يا عبقرينه؟ سفاح التجمع اللي بيقتل الناس هرب وجاي عشان يستخبى عندنا هنا في الكومباوند. ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين يالا يا عبقرينه؟ السلطة يا بابا بتدور عليه تحت في السوالة، وطلعونا انا والولا محسن وكل العيال الصغيرة اللي بتلعب في السالة، وقالوا لنا ما ننزلش السالة خلاهم يقبضوا عليه. يا نهار اسود، اهو ده بقى اللي كنت خايف منه. ادخلي يا وليه بسرعة، أي حاجة مفتحة في البيت قفليها، اوعي تسيب أي حاجة مفتوحة في البيت، وانتوا اعملوا حسابكم
ما عادش في نزول من النهارده خلاص لحد ما سفاح التجمع ده بقى يتقبض عليه. حاضر يا حاج، حاضر حاضر يا بابا. انا كده اصلا عمو الصاب اتنبه علينا وقال لنا محدش ينزل من البيت خالص. يلا انا هدخل انام، وانت كمان يلا يا عبقرين خش نام يلا. حاضر يا بابا، خش نام انت وانا هقعد اتفرج على الكرتون شويه وبعدين هدخل انام. ماشي يلا يا عبقرين، بس اوعى تتفرج على القنوات اللي بتتكلم عن سفاح التجمع ده عشان ما تحلمش بقى بالليل ويجيلك كوابيس. حاضر يا بابا حاضر، خش نام انت وما تقلقش من حاجه. ماشي يلا يا عبقرين، تصبح على خير. تعالوا ورايا كلكم في البيت اللي هناك ده، بس خدوا بالكم بس. كده ماما وبابا ناموا وماجد اخويا عمال يلعب بابسي ومش مركز مع اي حاجه. يلا بينا دلوقتي، يلا بينا نشوف ايه هي بقى قصه سفاح التجمع ده. وبكل هدوء بعد ما يخلص ياخد الجثة ويطلع على طريق صحراوي ويرميها. الجثة دي بتكون مشوهة المعالم تماما. يحكي لنا على سفاح التجمع. ايه حكاية سفاح التجمع يا يسري؟ اتفضل. كفايه جوه، ايه الصوت ده؟ مفيش حد في المطبخ اهو. امال ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ ممكن بقى كان بيتهيألي ولا حاجه. انا وقعت، حد يجي يقومني بسرعه بسرعه بقى يلا. ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ ايه ده؟ عمو الظابط اتقتل؟ مين اللي قتل؟ سفاح التجمع؟ انت عاوز مني ايه؟ انت اللي قتلت عمو الظابط ده صح؟ وانت اللي جبتني هنا وخطفتني وعاوز تخلص عليا. ايوه يا عبقرينو، انا اللي خطفتك وجبتك هنا، وانا اللي قتلت الظابط ده كمان. وعاوز مني ايه؟ وجبتني هنا ليه؟ هتخلص عليا انا كمان؟ والنبي ما تخلص عليا وسيبني عايز. مش هخلص عليك لو عملت اللي انا عاوزه منك ونفذته صح. مش هخلص عليك وهسيبك تروح بيتكم. وهو ايه اللي انت هتكون عاوزه مني ده؟ تاخد جثة الظابط دي وتروح تدفنها في مكان بعيد علشان محدش يشوفها ولا يعرف يوصل لها. وهو انا هعمل كده ازاي بس وانا معرفش اعمل كده؟ وبعدين لو حد شافني وانا بعمل كده هتكسف وهيقبض عليا ويعدموني. هي دي فرصتك الوحيدة يا عبقرينو علشان اسيبك عايش وترجع بيتكو تاني. لو ما عملتش كده هخلص عليك وارميك جنبه انت كمان. ها قلت ايه؟ حاضر هعمل لك اللي انت عاوزه بس والنبي ما تخلص عليا.
ادفن الجثه هنا. اثبت مكانك ما تتحركش والا هضرب عليك نار. والله ما عملت حاجه، مش انا اللي موته، السفاح هو اللي خلص عليه، انا بريء والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه، ما قتلتوش، السفاح هو اللي قتله. يلا يا عبقرينو، سفاح يلا يا عبقرينو، اصحى يلا، السفاح هو. ايه ده؟ ماما انت ايه اللي مخليك سايب اوضتك ونايم بره على الكنبه يا عبقرينو؟ ايه ده؟ يعني انا كنت نايم كل ده وكل ده كان حلو؟ لا تخاف ولكن احذر.